نصيحة مجي من عند عم رمضان. عرف اليونانيين القدامى والرومانيين البوفريوة زرعوها واستنفعوا بها للمداواة والأكل، والاهتمام بالثمرة هذه متواصل لليوم في كل بلدان العالم، وحد ما ينكر خصائصها كمقاوم للكوليسترول الضار في البدن. الدهون الجيميين اللي فيها تساهم في الحماية من أمراض القلب والشرايين، وحتى زيتها هو روسات نافعة للشعر والجسم. البوفريوة مضادة لأكسدة خلايا البدن وبنسبة مرتفعة، وغنية بالنحاس والمغنيسيوم والحديد والألياف والبروتينات. في البوفريوة مطعم خاص بها يخلي استعمالاتها في الطبخ متعددة. وفي رمضان البوفريوة حاضرة في الحلويات كالعصيدة والسمسة والبوزة والزرير، ولا في جاتو ولا كيك. ونظراً لمكانتها المتميزة البوفريوة ما تغيبش على حلو العيد، على ذاك نلقاوها في البقلاوة والكعابر والتواجن. شاهي طيبة، ونتلقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند مجي.